السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله مع بعض النهارده هنحول القشطة لسمنة بلدي بطريقة سهلة جدا. نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. اول حاجه هنكون طبعا محوشين قشطه معانا من على وش اللبن في الفريزر، بنطلعها تبتدي تفك معانا. المره دي ايه؟ هنشتغل بايدينا. انا عملتها كذا مره يعني على القناه بكذا طريقه، فالمره دي بقى ايه؟ هنفضل كده ندعك بيها يعني بايدينا لحد ما هنلاقيها فصلت خالص السمنه عن اهو. تبتدي الاول تبقى كريمه، تبقى كريمة سائلة كده، وبعد كده ايه؟ هتفصل معانا، هي هتبتدي بقى ايه؟ تتكون تاني هتفصل اللبن عن السمنة. اما بتعيني كده القشطة من على وش اللبن طبعا بتوفر معاكي كتير ان انت تعملي سمنة في البيت، وبيبقى طعمها كمان وريحتها حلوة جدا. بنفضل معاها كده لحد ما نلاقيها فصلت خالص اللبن. شايفين يا جماعة فصلت قد ايه؟ في الوقت ده تمام بقى نبتدي نكور السمنة بتاعتنا. بناخد بقى ايه؟ قطعة قطعة كده، ونبتدي بالراحة خالص نكورها. هنخلص كله بنفس الطريقة كده. عملت معايا كمية كويسة جدا، واللبن اللي طلع منها اللي هو فصل السمنة عن القشطة هنشيله نعمل منه احلى قرص. هبتدي بقى ايه؟ احط كده السمنة واحطها على النار الاول تاخد غلوة كده، وبعد كده نهدي عليها النار خالص. ابتدت تسيح، هي ما بتاخدش وقت معانا خالص على النار. كده ساحت خالص، هنبتدي بس نهدي عليها النار. هيبتدي كل اللي انت شايفاه يروق خالص في قاع الحلة، والسمنة تبقى صافية خالص على الوش. هي مراحل كده بس، وهتبص تلاقيها رقت معانا. شايفين؟ دي مرحلة برضو بعد كده، وفي الاخر هتلاقيها رقت خالص. حلوة جدا يا جماعة، خير في البيت. والسمنة البلدي يعني لما بتعمليها كده وتكونها من القشطة بيبقى ايه؟ بصي توفير في البيت. تغلي اللبن بس وتسيبيه يبرد خالص، تحطيه في التلاجة تاني يوم او تالت يوم. تبتدي في طبق كده تعيني القشطة، وبعد كده نستعملها زي ما انتم شايفين كده تمام رقت خالص. بنبتدي بقى نقفل عليها ونسيبها تهدى خالص. عندي برطمان او علبة، شايفين؟ صافية بقى وريحتها تحفة. هنبتدي بقى ايه؟ نعبي البرطمانات بتاعتنا، لو برطمانات ازاز او علبة ايا يكون يعني متوفر عندك اشتغلي بيه. لو وصلت معانا لحد كده بقى حاسه انك استفدت من الفيديو، ما تنسوناش بقى باللايك، وتشرفوني طبعا انك تشتركوا معايا في القناه، وتعلقوا لي تعليق جميل كده منكم. دي القشطه يا جماعه اللي طلعت، دي المرته اللي طلعت، ودي السمنه. وكان عندي برطمان فيه سمنه، حطيت يعني شويه دول فضوا كمان، وعامله معانا كميه كويسه جدا. انتظروني في فيديو جديد. السلام عليكم، دمتم في امان الله.